طب يعني تطالبونه بأن يتصرف بحكمة، ولكن على الجانب الآخر هل هذا يبرر أن نشهد اعتداءات على الصحفيين وعلى الأملاك العامة؟ هل هذا هو الجو العام في الشارع اللبناني الذي تريده كتلة تيار المستقبل؟ هذا مدان، وتيار المستقبل يرفض هذه التصرفات ويدينها كل الاعتداءات، ليس فقط على الصحفيين، حتى الاعتداء على الطرقات وحرق الإطارات وقطع الطرقات ليس ما سعينا إليه. نحن كنا فقط نريد أن يعبر الناس بشكل ديمقراطي تحت مظلة القانون وتحت مظلة الشرعية. ولكنك سيد أحمد توجه الكلام للسيد نجيب الميقاتي يعني بشكل مباشر، يعني وكأن هذا العنف وهذه الأحداث التي نراها الآن في الشارع هي رسالة سياسية موجهة له، هل هذا صحيح؟ هذه رسالة سياسية موجهة قبل كل شيء للسيد حسن نصر الله ولحزب الله أنهم لن يحكموا لبنان بقوة السلاح. هذه هي الرسالة الموجهة بالدرجة الأولى إلى هؤلاء. لن يمكن أن يحكموا لبنان بقوة السلاح. هم حولوا سلاح المقاومة إلى سلاح ميليشيا، يعين رئيس الوزراء، يختار الاستشارات يقوم بها في مكتبه، يستدعي رؤساء حكومات إلى مكتبه. هذا شيء غير مقبول بتاتا. أما عندما وجهت إلى الرئيس نجيب ميقاتي لأقول أنه رجل مسؤول وعليه أن يتحلى الآن بحس المسؤولية ويتصرف كما يجب أن يتصرف رجال الدولة، حتى لو ذهب إلى تأليف حكومة. أي حكومة يستطيع أن يؤلف في هذه الأجواء، وأي حكم سيستطيع أن يحكم البلد في هذه الأجواء. هذه مسؤولية تاريخية. يعني أنتم تريدون أن تحكموا لبنان بقوة الشارع سيد أحمد فتفت؟ أبدا بالعكس تماما. نحن نرفض كما قلت لك منذ البداية، وأنا أطالب الناس بفتح كل الشوارع ومنع ومؤسسات الصحفيين بأن يقوموا بعملهم المشرف كما يقومون به دائما دون أي اعتداء على أي صحفي. الصحفيين ليسوا هم المسؤولين عن أي شيء في السياسة، ونحن نرفض هذه الممارسات في الشارع لنعود إلى الأصول الديمقراطية. الجميع يعرف أن كانت دولة الرئيس الحريري لديه أكثرية واضحة يوم الاثنين الماضي قبل أن يقوم حزب الله بانقلابه. يعني هل هناك حلقة مفقودة؟ هل تريد أن تقول بأن هناك حلقة مفقودة بين الاحتجاجات الصامتة والسلمية التي دعا إليها تيار المستقبل وبين ما حدث فعليا ونشهده الآن؟ نعم بالتأكيد، ولكن هذه الحلقة معروفة، هي ليست مفقودة، هي الغضب العارم وعدم التجاوب مع مطالب الناس. هذا هو السبب الحقيقي، هذا ما أدى. ولكن نحن لا نريد أبدا أن نحكم بوسط الشارع، نحن نريد أن نحكم بسوية. لذلك طالب الرئيس عبد الحريري بحكومة وحدة وطنية وما زال يصر عليها. هل تعتبرون سيد أحمد فتفت بأن هناك مسؤولية على عاتقكم لضبط الشارع الآن، أم أن يعني تنتظرون من نجيب الميقاتي؟ لا نسعى لضبط الشارع. نحن نعمل جاهدين الآن، كل مسؤولينا على الأرض يعملون جاهدين لضبط الشارع في جميع الأماكن، ونوجه رسائل إلى الجميع لضبط الشارع. هذا ما نقوم به في الوقت. ولكن هذه الأصوات يعني كما كان هناك تعليق قبل قليل لم تصل إلى الشارع على ما يبدو، لماذا؟ ربما لأن الوضع صعب جدا، ولكن نحن في صدد مزيد من التعاطي مع الشارع مباشرة. هذا دائما يصعب التوجه إلى الشارع لأن الشارع لا يتابع الإعلام، هو في كل منطقة يتصرف حسب الوضع في المنطقة، إنما لدينا مسؤولين على الأرض يتابعون، وسنحاول جاهدين. هل ستكون هناك سيد أحمد فتفت، هل ستكون هناك أيام غضب أخرى تدعون إليها؟ كل الأمور مرهونة بأوقاتها. سنرى كيف سيتطور الوضع السياسي. طيب سيد أحمد فتفت، يعني أريد أن أسألك على نعم، يبدو أن سنشكرك سيد أحمد فتفت النائب عن كتلة تيار المستقبل، ومعنا الآن عبر الهاتف السيد النائب نجيب الميقاتي، وهو الذي حصل على أكثرية الأصوات قبل قليل جدا في الاستشارات النيابية الملزمة التي شهدتها العاصمة اللبنانية. سيد نجيب ميقاتي، ما هو تعقيبك على كل ما نراه الآن من يعني مشاهد في الشارع اللبناني لها علاقة طبعا بالاستشارات النيابية وبحصولكم على أكثرية الأصوات؟ في الواقع يعني ما أعتبر أولا لابد لي إلا أن أعبر عن أسفي لما حصل مع تلفزيون الجزيرة وطاقمها في طرابلس. هذا الأمر ليس لا من أخلاقية ولا من منقبية أهل في طرابلس. أن الأمور وربما يوجد بعض عاطفة، وأنا أتفهم ذلك تماما. لديهم جمهور، وجمهور يطالب بأن يكون الفريق
تابع للجمهور الذي يؤمن بهذا الفريق أن يتبوأ برئاسة الوزارة أفهمه، ولكن هل من الحكمة الاحتكام إلى الشارع؟ لكل فريق لديه جمهور، ولا أريد أن أدخل بجدل يقال أنه أمر عفوي أو أمر منظم، ولكن أنا أقول نعم جمهوري منضبط بتنظيم، وقلت لجمهوري أن لا يتحرك ولا بشكل من الأشكال ولا يستفز، على العكس أي ضرر يمكن أن يحصل من قبل أي فرد من أفراد جمهوري العزيز طلبت أن يرنم فورا، ولا أريد أي مضاعفات لهذا الموضوع. أنني قلت يدي ممدودة وبكل ما لي الكلمة من معنى أعنيها، لا أريد أي خلافات. أنا أتيت ونويت على هذه الخدمة، أعتقدها خدمة ليست خدمة سياحية بل خدمة شاقة. هذه الخدمة الشاقة لأجل بلدي، لأجل وطني، لأجل مدينة طرابلس التي فاتها الكثير من الحرمان من الحكومات الماضية، لأجل طائفتي، لأجل مقام رئاسة الوزراء. يعرف الجميع القاسي والداني أنني حريص كل الحرص على كل هذه الأمور وكل أمر يهم المواطن اللبناني. طيب، أمور اقتصادية واجتماعية وخلافها. الرئيس الوزراء المكلف نجيب الميقاتي كان معنا قبل قليل، السيد أحمد فتفت، وهو كان يوجه الكلام لك نوعا ما ويقول يعني ها أنت ذا تشهد ما يحدث في الشارع اللبناني حاليا. هل فقدنا الاتصال بالرئيس نجيب ميقاتي؟ يبدو ذلك فعلا. طيب، نعود إذن إلى مكالماتنا الهاتفية. نحن نواصل هذه التغطية لأحداث ملتهبة جدا في الشارع اللبناني في طرابلس. كان هناك إحراق لإطارات سيارات وقطع للطرقات، كان هناك هجوم على سيارة البث الخاصة بالجزيرة وإحراق وتحطيم لها، وأيضا هجوم مباشر على طاقم الجزيرة وعلى مجموعة من الصحفيين، في الحقيقة من يعني أكثر من قناة تلفزيونية وحتى من صحف محلية على ما يبدو لبنانية. وحوصر هؤلاء في أحد المباني في طرابلس في ساحة النور لبعض الوقت، ثم تمكنوا من الخروج من هناك، ولكن بعد أن تعرضوا لخطر شديد تحدثنا إليهم وهم بخير جميعا الآن. هذه على خلفية طبعا الاستشارات النيابية الملزمة التي شهدتها العاصمة اللبنانية، والتي أفضت إلى تسمية النائب نجيب ميقاتي كرئيس للوزراء، رئيس مكلف الآن للحكومة اللبنانية. طبعا يعني كتلة 14 من آذار كانت قد قالت في الماضي إنها ترفض هذا تماما وترفض أي ترشيح لأي اسم آخر غير السيد سعد الحريري لكي يكون رئيسا للحكومة اللبنانية المقبلة. على الأرض يبدو أن الأوضاع لا تزال متوترة أمنيا في طرابلس وفي بيروت، ولكن سوف نعود إلى الأوضاع في طرابلس تحديدا، ومن هناك معنا ماجد عبد الهادي مراسل الجزيرة. تفضل ماجد. نعم، يعني أحب أن أطمئنكم أولا إلى أن فريق الجزيرة بكامله قد تمكن من مغادرة المبنى الذي حاصل به المتظاهرون، ونحن الآن في منطقة آمنة نسبيا من طرابلس. القصة كما تبعتوها هي أن مئات المتظاهرين حاولوا اقتحام المبنى الذي كان يتواجد فيه الصحفيون، واقتحموه أخيرا وأشعلوا النار في مدخل المبنى. حاولنا مرارا استدعاء الجيش، تحدثنا مع مسؤولين في الجيش لمحاولة إنقاذ الصحفيين المحاصرين، لكن شيئا لم يحدث، لم يتحرك الجيش. وفي الأخير يعني عندما يئس الصحفيون من إمكانية تدخل أي جهة أخرى لإنقاذهم، وبينما كانت النار تشتعل في مدخل المبنى، قرروا المغامرة بالخروج، واختلط الصحفيون بالمتظاهرين أنفسهم. بهذه الطريقة تمكنا من المغادرة نحن جميعا. نعم. فريق الجزيرة أيضا. طيب، يعني هل وصل الجيش لموقع التظاهرات، حيث أنت قلت في السابق أنهم لم يقوموا بأي دور في إخراجكم من المبنى الذي حصرتم فيه؟ نعم نوران، الجيش لم يكن بعيدا عن المكان. الجيش كان في ساحة النور، والمبنى الذي كنا محاصرين فيه هو أحد المباني المطلة على ساحة النور، لكن أي عسكري لم يتقدم أو أي قوة عسكرية لم تتقدم لمحاولة إنقاذ الصحفيين المحاصرين. ولكن هل هناك وجود للجيش في طرابلس في الشوارع بشكل عام، ليس فقط هذا الموقع؟ نعم، الجيش موجود
في كل مكان في طرابلس. منذ الصباح هناك انتشار كثيف للجيش داخل طرابلس وفي انحائها المختلفه، ولا سيما على نحو خاص في ساحة النور التي شهدت انطلاق المظاهرة الرافضة لتسمية نجيب ميقاتي رئيسا للوزراء. نعم ماجد، استمعنا إلى أكثر من صوت من كتلة تيار المستقبل تتحدث عن يعني مطالبين المتظاهرين بالهدوء وبالتزام النظام وعدم الإخلال بالأمن. هل هناك وجود لشخصيات من تيار المستقبل على الأرض في الشارع لتهدئة هؤلاء واحتواء غضبهم؟ يعني إذا كانوا موجودين فعلى الأقل نحن لم نلحظ وجودهم ولم نشاهد أي منهم في مدخل المبنى. ربما كانوا موجودين في الساحة في المنطقة التي فيها المتظاهرين، ولكن في المبنى الذي كنا محاصرين فيه وفي مدخل المبنى لم نشاهد أي أحد من قيادة تيار المستقبل أو أي من نواب جماعة 14. نعم، يعني ليست هناك أي مؤشرات على هدوء الموقف في مدينة طرابلس. يعني حتى الآن الوضع متوتر، حتى أن لدى مغادرتنا أطلقت رشقات أو زخات من سلاح ناري، لا نعرف ما إذا كانت موجهة إلينا أو إلى غيرنا. كان الجو متوترا جدا ولم يكن من الممكن التدقيق، لكن تطور الموقف إلى إطلاق نار. على الأقل دعيني أقول الآن على الأقل إطلاق نار في الهواء. يعني كما يبدو لك الأمر التحركات حتى اللحظة هي عشوائية تماما، ليس هناك أي تنظيم لها من قبل قيادات أنت تعرفها من تيار المستقبل مثلا؟ نعم نوران، يعني هناك حالة غوغاء بكل ما في هذه الكلمة من معنى. هناك حالة غضب هستيري إذا جاز التعبير. ليس هناك أو لم يظهر لنا على الأقل أن ثمة يعني جهة تستطيع أن تتحكم فيما يحدث. نعم ماجد، هل تسمعنا؟ نعم. إذا سوف من الواضح أن المتظاهرين كانوا يتحركون بشكل عشوائي. لا يوجد قوة ولا يوجد جهة، على الأقل هذا ما شاهدناه، لا يوجد جهة قادرة على ضبطهم، قادرة على منعهم من على الأقل ممارسة سلوك يخالف ما تقول قيادة تيار المستقبل، قيادة 14 آذار في التصريحات الرسمية. نحن نعرف أنهم يتحدثون عن غضب سلمي، عن غضب له طابع سلمي في مجمل الأحوال، ولكن ما حدث لم يكن كذلك، ولم يكن هناك من يستطيع أن يوقف الذي حدث. نعم، كان ما حدث على أرض الواقع أمرا مختلفا تماما كما شاهدناه عبر شاشة التلفزيون. نعم، شكرا جزيلا لك ماجد عبد الهادي مراسل الجزيرة، كنت معنا في طرابلس وقد يعني شرح لنا الأوضاع هناك، وبالكلمات التي استخدمها ماجد فما يحدث هو حالة من الغضب الهستيري كما قال، وقال إنها مجموعات من الغوغاء. طبعا لا يمكن القول بأنها مجموعة محدودة العدد، بل هي أعداد كبيرة جدا كما نشهدها عبر التلفزيون، وهو ما يختلف تماما عما دعا إليه تيار المستقبل. يعني نعرف بأن تيار المستقبل بالأمس قال إنه سينظم يوم للغضب في طرابلس، ولكن كان الحديث عن مسيرات صامتة واحتجاجات سلمية، وهو ما لم يتحقق طبعا على الأرض كما نشهد. كل هذا يأتي على خلفية حصول النائب نجيب ميقاتي على أكثرية الأصوات ليصبح على الأرجح هو الذي سيكلف إذن برئاسة الحكومة، لأنه طبعا كان هذا متوقعا، وكان هو في مقابل سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال، ولكن كما كان متوقعا فقد حصل النائب نجيب ميقاتي على أكثرية الأصوات.